السلام عليكم، كيفكن؟ اليوم عنا نوع من المخبوزات وهو الخبز القالب الحوراني. طحين يعني بحدود شي 5-6 كيلو أنا اللي عملتهم، وحطيت معاهن طبعا من ضمنهم حطيت معاهن الطحين القمح اللي للساعة بالقشر تبعه، وبزدلن الملح، وبزدلن الكلايف الخبز القالب، وبزدلن سمسم والحب السوداء الازحة وحليب ما عندي حطلن، وخلطهم مع بعض وحطهم على جنب. بلش المرحلة الثانية اللي أنا معتمدتها، بجيب 4 كاسات مي فاترة، بحطلن 3/4 الكاسة زيت، بحطلن 5 خميرة، وبحطلن 5 سكر، وخلطهم مع بعض منيح، وبنزلن 4 كاسات طحين طبعا بالتدريج. هدول 4 كاسات طحين أنا كنت قايمتهم على جنب من قبل ما أحط الكلايف عليهم، وهلأ بخلطهم منيح وخليهن لحتى يتخمروا على مهلهن. أنا هون الجاط الصغير فبدلته بجاط أكبر، حطيتهم فيه يعني لمرحلة الخميرة لحتى يتخمر، وتركتهم هيك، حطيتهم هون، حطيتهم ليتخمروا، وبعد ما تخمروا شوفوا ما شاء الله هي بعد التخمير صار لون اسمر، طبعا الطحين الاسمر. بنزلهم هلا الطحين اللي حطيته على جنب، اللي حطيت فيه الكلايف، حطيت فيه الازحه والسمسم، وبعجنهم مع بعض، وبصير حط بايدي زيت واعجن، بيعطيها طراوه. كل ما قدرتي اعجنيهم منيح، كل ما عجنتيها بتعطي للعجين خفه وبيعطيه طراوه. وهون كيف خمران العجين. وهلا شوفوا هي بعد ما اختمروا بلشت اقرص فيهم تقريص. الله يذكرك بالخير يا امي، علمتني عليهم، كانت لما تخبز كل اخر خبزه تخلي لي رغيفين تقول لي تعلمي فيهم. وهون بحط على القالب الزيت وبلش رق فيهم. شوفوا ما شاء الله عملت منهم شيء سميك وشوي منهم رقيق. السميك بيضلوا أطرى. شوفوا ما شاء الله. يلا هون اعملوا لنا لايك واشتراك وفعلوا لنا الجرس، وإذا تكرمتوا اعملوا لنا تعليق. وهلأ نخبزهم. وهون حطيتهم بالفرن. شوفوا ما شاء الله، شوفوا التحمير، شوفوا مقمرين بجننوا طلعوا. شوفوا هي هون بعد ما جهزوا ما شاء الله لون وطعمه غير شكل.